ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. النهارده باذن الله هننفذ مع بعض البونيه الترند اللي طالع دلوقتي، كلنا شايفين في المصايف حتى لابسينه، شكله ظريف وجميل جدا. هنتعلمه مع بعض بطريقه سهله وبسيطه، ويا رب تنفذوها باذن الله. عشان اعمل البونيه ده انا محتاجه هنا خيط اليس ديفا هشتغل بيه، او اي خيط عندك يكون في نفس التخانه دي. تمام. يعني علشان الاعداد تطلع مظبوطه، يعني حاجه قريبه من التخانه دي. لو مش متوفر عندك نفس الخيط، هو عموما بياخد حوالي 300 جرام، يعني يعني هياخد حوالي تلت الشله، يعني مش هياخد كتير، يعني حتى لو عندك بواقي خيط ممكن تعمليه. هنبتدي مع بعض بسم الله. هنعمل الدايره اللي هي السحريه بتاعتنا، ان احنا بنلف الخيط كده. دي طريقتي المعتاده، شوفي الطريقه اللي انت تحبيها اعمليها. كده بنعمله حرف اكس كده، ممكن تعمليه على الصباعين او على صباع واحد بس، يعني انا بحب اعملها كده، بتبقى سهله عشان المبتدئات كمان يقدروا يعملوها، بتبقى واضحه عندك كده. تمام. بندخل من الفتله اللي هي الاولانيه دي لتحت، وبعدين نطلع لفوق نسحبها كده بالشكل ده اهو. تمام. وبعد كده بنطلعها بقى من ايدينا ونلف الخيط عادي على صباعنا ونعمل سلسله كده، قفلنا عليها بسلسله، اتكونت عندي دايره بالشكل ده اهي. تمام. بعد كده بنطلع 2 سلسله، 1 2 ارتفاع وكمان واحده، يبقى عندنا كده 3 سلسله. بناخد لفه على الابره وبننزل جوه الحلقه اللي عملناها دي، وبنبتدي نشتغل 12 عمود بلف. عندنا طبعا السلاسل اللي احنا عملناها دي مش بنحسبها ارتفاع، مش بنحسبها، قصدي من ضمن الاعمده، يعني مش هنعدها من ضمن ال 12، دي مجرد ارتفاع بس. فاحنا عملنا كده اول عمود، 2 3 عمود عادي بلف كده عادي خالص اهو كده. هخلص ال 12 عمود ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنا خلاص خلصنا ال 12 عمود، بنسحب بقى طرف الخيط ده عشان نقفل الدايره بتاعتنا اهي، اتقفلت بالشكل ده. بنبتدي نقفل بقى الدايره. العمود الارتفاع اللي احنا عملناه ده، واحنا قلنا مش هنحسبه عمود، ده مجرد ارتفاع، فاحنا بنروح بقى الاول عمود عملناه هنا في اول سلسله فوق، ونسحب الخيط ونعمل منزلقه عشان نقفل الدايره بتاعتنا وتبقى بالشكل ده. تمام. بنطلع ارتفاع دايما في كل سطر، بنطلع 3 سلسله ارتفاع، 1 2 3 اهو بالشكل ده. تمام. بعد ما طلعنا 3 ارتفاع بنعمل كمان 2 اللي هي المسافة ما بين بقى العمودين، يعني كده طلعنا 5، يعني في البداية طلعنا 5. تمام. بننزل في نفس الغرزة ونعمل عمود. يبقى احنا هنا بنعمل ايه؟ يعني في البداية بنعمل حرف في، طلعنا 3 ارتفاع وبعدين عملنا الاتنين المسافة. تمام. بعد كده بنروح للغرزة اللي بعدها على طول ونعمل عمود و2 سلسلة وعمود في نفس الغرزة، علشان اعمل حرف في كل غرزة هعمل فيها حرف في. هروح للغرزة اللي بعدها واعمل عمود و2 سلسلة وعمود في نفس المكان، وهكذا في كل غرزة اروح لها اعمل عمود و2 سلسلة وعمود في نفس مكان لحد ما اخلص السطر كله. هنا انا خلصت الدور بتاعي. هبتدي اجي في اول سلسلة برضو عملتها هنا، هسيب الارتفاع وهروح في اول عمود عملناه واقفل بمنزلقة. بعد كده هنعمل ايه علشان نشتغل الدور اللي بعده؟ احنا دايما بنشتغل في الفراغ ده اللي هو في حرف الفي، شايفاني جوه حرف الفي بس هنشتغل. فعلشان نروح لحرف الفي فبنعمل نمشي له بمنزلقه كده، ونروح لحرف الفي، اول حرف في اهو جواه، ونعمل منزلقه تاني عشان نوصل للنص هنا جوه حرف الفي ونشتغل. تمام. بنطلع بعد كده 3 سلسله وبنعمل عمود
التلاتة سلسلة دول بقى بنحسبهم عمود بعد كده، يعني بنعدهم معانا، يعني كده عملنا عمودين، الارتفاع حسبناه عمود في الدور ده وعملنا عمود تاني، وبنعمل 2 سلسلة وفي نفس المكان بنعمل 2 عمود، يعني بنعمل صدفة. دي اسمها صدفة بالنسبة للبنات المبتدئة، دي اسمها صدفة، عبارة عن عمودين، 2 سلسلة عمودين. تمام. بنروح على طول بقى لحرف الفي، في عمود اهو بنسيبه اللي هو اللي بين حرف الفي ده، مش بنشتغل في الفراغ ده، لا بنشتغل جوه حرف الفي. فاهمه ازاي؟ اهو بنروح له على طول ونعمل عمود بلفه، وكمان عمود، 2 سلسله و2 عمود. اهو بالشكل ده. بنروح لحرف الفي اللي بعده ونعمل نفس الصدفة، عمود، كمان عمود، 2 سلسلة و2 عمود، وهمشي السطر كله بالشكل ده. هنا خلصت الدور بتاعي، عملت كله صدفة. على فكرة البونيه كله بغرزة الصدفة. تمام. هقفل في اول ارتفاع هنا في اول سلسلة بمنزلقة. في الدور ده بقى عندي 12 صدفة، بقفل بمنزلقة اهي، وبروح للفراغ ده علشان ابتدي نشتغل شغلنا كله جوه الفراغ، يعني بنعمل صدفات جوه بعض. تمام. بس عشان اروح للفراغ طبعا قلنا بنمشي بمنزلقة اهو كده، ونروح للفراغ برضو ونعمل منزلقة، ونبتدي نعمل الصدفة بتاعتنا. بنعمل ارتفاع 3 سلسلة، وبننزل في نفس المكان بنعمل عمود و2 سلسلة و2 عمود. هنقول بعد كده صدفة هتبقي عارفاها ان الصدفة عبارة عن 2 سلسلة، 2 عمود و2 سلسلة و2 عمود. بعد كده الدور ده بنعمل مسافة سلسلة واحدة، ونروح للصدفة اللي بعدها ونعمل صدفة. عملنا صدفة، بنعمل سلسلة مسافة بين الصدفة والصدفة عشان الدايرة توسع معانا، فبنعمل سلسلة، ده يعتبر التزايد بتاع الدور، ونعمل صدفة. اتنين سلسلة و2 عمود، بنعمل سلسلة مسافة ونعمل صدفة فوق كل صدفة. خلصت الدور بتاعي بقى عندي بالشكل ده، بقفل كالعادة بمنزلقة في 3 سلسلة في أول ارتفاع عملته. هنروح هنعمل منزلقة عشان نروح للفراغ ونطلع ب3 سلسلة، ونعمل صدفة، عمود كمان و2 سلسلة و2 عمود. الدور اللي فات كنا بنعمل مسافة ما بين الصدفة والصدفة سلسلة واحدة، لا الدور ده هنعمل 2 سلسلة، وهنكرر نفس اللي بنعمله، هنروح للصدفة على طول ونعمل جواها صدفة كمان. بنعمل 2 سلسلة مسافة ونروح جوه الصدفة ونعمل صدفة، ونمشي طبعا السطر كله بالشكل ده. بعد ما خلصت الدور بتاعي بالشكل ده، هبتدي ان انا اقفل بمنزلقة. بعد ما خلصت الدور بتاعي بالشكل ده، هعمل 2 سلسلة اللي هي مسافة بين الصدفة والصدفة، وهعمل منزلقة. تمام. وهروح للفراغ واعمل منزلقة، اطلع ب3 سلسلة، وهبتدي اعمل صدفة جوه الصدفة.
في الدور ده بنعمل مسافة 3 سلسلة، يبقى احنا عملنا أول دور مفيش مسافات، تاني دور عملنا سلسلة، الدور اللي بعده عملنا مسافة 2 سلسلة، الدور ده هنعمل مسافة 3 سلسلة، يعني في كل دور بنزود سلسلة ما بين الصدفة والصدفة، 1 2 3، وبنروح للصدفة ونعمل صدفة. اهو بالشكل ده نعمل 3 سلسلة والصدفة، نكمل على طول بنفس التكرار ده. بعد ما بنوصل لآخر صدفة في الدور بنعمل 3 سلسلة المسافة، وبنقفل الدور بتاعنا بمنزلقة، وبنروح للفراغ وبنعمل منزلقة، نطلع 3 سلسلة، نعمل عمود و2 سلسلة و2 عمود في نفس المكان عشان نعمل صدفة. في الدور ده هنعمل مسافة 4 سلسلة، عشان اللي قبله كنا عاملين 3 مسافة، هنعمل الدور ده 4، ونروح للصدفة نعمل صدفة ونمشي بنفس التكرار ده. 1 2 3 4، وبنروح للصدفة ونعمل صدفة. بعد ما خلصنا آخر صدفة في الدور بنعمل 4 سلسلة مسافة عشان أقفل السطر بتاعي بمنزلقة، وبنروح بمنزلقة للفراغ وبنطلع 3 سلسلة عشان نبتدي نعمل صدفة جوه الصدفة. في الدور ده بنبتدي نعمل مسافة 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبنعمل صدفة جوه الصدفة. بنعمل 5 سلسلة 5، وبنروح نعمل صدفة. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وصدفة، ونمشي الدور كله بنفس التكرار. خلصنا هنا آخر صدفة في الدور، بنعمل الخمسة سلسلة المسافة 3 4 5، وبقفل السطر بتاعي بمنزلقة في أول عمود عملته أو في الارتفاع. بنروح بعد كده للصدفة بنعمل منزلقة ونطلع 3 سلسلة ونعمل صدفة، ونبتدي نعمل 6 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5 6، وصدفة جوه الصدفة. اهو بالشكل ده. بعد كده 6 1 2 3 4 5 6 سلسلة وصدفة.
هنا خلاص وصلت لاخر الدور وعملت 6 سلسلة مسافة، وهبتدي اقفل بمنزلقة في اول عمود اهو بالشكل ده. هنا هنقيس بقى، هنا هوقف التزايد لحد ما عملت اهو 6. هنوقفه امتى؟ هنقيس كده يعني يبقى عندنا تقريبا 18 سنتي القطر بتاع الدايرة اللي عملناها دي اهو، حوالي 18 سنتي. لو مش معاكي مزورة بتقيسي تقريبا شبر كده. هي دي الدايرة اللي هنوقف عندها التزايد علشان يبتدي يدي معانا شكل البونيه الدوران بتاعه. هنبتدي هنثبت بقى على كده، هنشتغل نفس اللي بنشتغله ده بس هنوقف هيبقى كله 6 سلسلة مسافة. هنروح بمنزلقة للفراغ ونطلع نعمل الصدفة و6 سلسلة وصدفة، وهنكرر بقى على طول نفس الدور بالثبات اللي احنا ماشيينه ده لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه يعني اهو بالشكل ده. هنا انا اشتغلت 6 ادوار ثبات، وبرده نقيس علشان نشوف المقاس معانا طالع ايه. هو كده يعني فاضل دور واحد اللي هنركب فيه الحلية. بنقيس كده طلعت معايا 15 سنتي ولسه في دور كمان، يعني مجموع الطول بتاعنا هيبقى حوالي 16 سنتي. تمام. هنيجي بقى للدور الاخير اللي هنبتدي نركب فيه. ممكن تركبي بقى بيبقى فيه عند محلات الخيوط اللي هي القواقع بتاعت البحر دي، اشكال البحر، النجمة، ترتر. شوفي اي لعب انت حباه او اي لعب اللي العميل عايزها لو بتشتغلي لحد، وتبتدي تركبيها بتدي شكل حلو قوي. هنركب هنا الترتر اللي هو السيلفر ده في الاطراف. فخلاص احنا بعد ما قفلنا اخر سطر ورحنا لأول صدفة، بنبتدي نطلع بقى للصدفة الجديدة. 1 2 3 وعمود. المفروض بنعمل سلسلتين، فبنعمل سلسلة واحدة وفي السلسلة التانية بنبتدي نركب اللعبة بتاعتنا او الترتر بتاعنا. هنا عشان المكان هنا ضيق والإبرة هنا سميكة، هي هنا الإبرة بشتغل بإبرة مقاس 2.5، فمش هينفع طبعا تدخل في الجزء ده عشان اطلع منها الترتر. فهبتدي اجيب ابرة مقاس اصغر علشان بس افوتها واعرف اعمل الغرزة بس فيها. عملنا سلسلة ودي السلسلة التانية اهو. بسحب الخيط كده وبسحبه من الحلقة دي اهو بالشكل ده. ببتدي اجيب بقى الابرة الاساسية بتاعتي اللي بشتغل بيها انا، بس فوتت الترتراية بالابرة الاصغر. هبتدي اكمل واعمل بقية الصدفة بتاعتي. باخد لفة على الابرة وبنزل اعمل ال2 عمود اللي باقيين في الصدفة اهو بالشكل ده. تمام. ببتدي اعمل ال6 سلسلة 1 2 3 4 5 6، وبروح للصدفة اللي عليها الدور واعمل 2 عمود وسلسلة، والسلسلة التانية بركب فيها الترتراية. بعدي كده في الحلقة وبعديها في الترتر، بطلعها منها واعمل السلسلة التانية وابتدي اكمل ال2 عمود بتوع الصدفة بتاعتي اهو بالشكل ده. اكمل الدور بتاعي ونشوف في الاخر شكلها ايه. بقت معايا في الاخر بالشكل دوت. عديت الصدفات بتاعتي برضو عشان اقولك عليها. طلعوا 14 صدفة من اول صدفة عملتها اللي هي ما كانش فيها مسافات دي، وبعدين ابتديت اعمل مسافة سلسلة. الدور اللي بعده 2 3 4 وثبت عند رقم 6 لحد ما وصلت للطول اللي انا عايزاه، وركبت فيها الحلية دي. يا رب تكون عجبتكم ويا رب يكون سهل عليكم.